السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هعمل معاكم النهاردة الكفتة المشوية، كفتة الحاتي، بس بطريقة مختلفة شوية. معانا هنا اللحمة المفرومة، معانا دهن، ومعانا طماطماية مبشورة وبصلاية مبشورة وتوابل بابريكا مدخنة، توابل كفتة مشوية، ملح، فلفل، معلقة بيكنج باودر، ومعانا المية بتاعة البصل والطماطم علشان مهمين جدا هنستخدمها. هنلبس اول حاجة بقى جوانتي كده في ايدينا عشان نقلب اللحمة كويس مع الدهن، لازم يندمجوا الاتنين مع بعض. والدهن ده عادي بتجيبيه من عند الجزار وبتفرميه او بتخلي الجزار يفرمهولك. بندمجهم كده كويس مع بعض. بس كده خلاص انا دمجتهم كويس جدا مع بعض. هحط بقى البصلة المبشورة، وهنحط الطماطمايه المبشورة برضو، شلت القشر بتاعها، انا واخده بس قلب الطماطمايه. وهنحط التوابل، بابريكا مدخنة، توابل كفتة مشوية، ملح وفلفل، واهم حاجة معلقة البيكنج باودر. وهندمج ده كله كويس جدا جدا جدا. عايزة تحطي بقدونس حطي، بس انا مش يعني اللي في البيت ما بيحبوش البقدونس خالص. قلبتهم كويس جدا واندمجوا مع بعض كويس جدا. جبت هنا بقى الصينيه اللي انا هعملها في الصينيه بالاسياخ دي. الاسياخ دي جايباها من عند اي حد بتاع ادوات منزليه، موجوده ومتوفره. ومعايا الميه عشان دي اللي هستخدمها في كل حاجه. دبست بقى جوانتي اهوت، وهنبدا ناخد سيخ سيخ ونصبع عليه الكفته، وهنسيبهم زي ما هما في الصينيه. يعني عشان كده انا جبت الصينيه اللي هي المستطيله دي، اطول حاجه علشان تاخد السيخ بحاله. بس بليت كده من ميه الكفته. واهم حاجه الجوانتي برضو ناخد كده. البيكنج باودر هنا هيخليها طرية معاكي، وكمان الاسياخ لما هتفضل مفتوحة يعني مش هتقفل معاكي. بس كده صبعناها اهوت. ناخد كمان قطعة. بس لو في اي زيادة حسيت ان الكفتة زيادة عن اللزوم شيلي منها عادي. بس هناخد قطعة كمان، نعمل كمان صباع. السيخ بيشيل صباعين كفتة عادي. بس كده هخلصها بنفس الطريقة دي وخلاص كده. خلاص خلصت الكمية كلها. خلاص مية البصل دي مش محتاجاها خلاص. انا مش هحط اي مادة دهنية خالص عليها، لان هي اصلا فيها نسبة دهن. انا مش هستخدم اي مواد دهنية. لو انت اللحمة بتاعتك حمرا بقى خالص، ممكن تحطي معلقة سمنة على الكفتة او في ارضية الصينية، لكن انا يعني هي هتنزل دهون كتير دلوقتي. ومش هحطها في الفرن، انا هحطها على البوتاجاز من فوق. ودي اسهل طريقة، اللي هي كفتة الطاسة. يعني دي بنسميها كفتة الطاسة، كفتة مشوية في الطاسة على البوتاجاز كده، حاجة سريعة بسرعة، مش بتاخد وقت خالص، وبتستوي بسرعة جدا، ومن اسرع الاكلات اللي ممكن تعمليها. وتنفع كمان في العزومات، بتبقى جميلة جدا في العزومات. بس خلاص كده هنسيبها لحد ما تستوي ونرجع لكم. خلاص كده هي خلصت اهي، ونزلت بقى كل الدهون اللي فيها. هنجيب بقى الطبق بتاعنا. برضو مش هعرف استخدم البقدونس، فهزوقها كده ايه ببصل وطماطم. كنت عامله لهم خلطه كده معينه، نقعهم في خل علشان ما يبقوش ايه، ملح وخل وليمون كده، وسايباهم شويه. والكفته طالعه متماسكه جدا، ماسكه نفسها. ممكن تكون كشت شويه بس عشان هي كان فيها ايه نسبه دهن. اهو الكفته ماسكه نفسها ايه خالص. دي كمان انا استنيت عليها لما بردت. شايفين بقى جمالها عامل ازاي، متماسكه وعمرها ما هتفك منك. تحفه ومستويه من جوه، وطعمها كان خطير يا جماعه بجد. جربوها. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي تعليق حلو قولوا لي بتتابعوني منين. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.